الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله يتولى الذين آمنوا به، يوفقهم وينصرهم ويخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، والذين كفروا أولياؤهم الأنداد والأوثان، الذين زينوا لهم الكفر فأخرجوهم من نور الإيمان والعلم إلى ظلمات الكفر والجهل، أولئك أصحاب النار هم فيها ماكثون أبدا. ولما ذكر الله الفريقين ضرب مثالين على الفريقين فقال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. هل رأيت أيها النبي أعجب من جرأة الطاغية الذي جادل إبراهيم عليه السلام في ربوبية الله وتوحيده؟ وقد وقع منه ذلك لأن الله آتاه الملك فطغى، فبين له إبراهيم صفات ربه قائلا: ربي الذي يحيي الخلائق ويميتها. قال الطاغية عنادا: أنا أحيي وأميت بأن أقتل من أشاء وأعفو عمن أشاء. فأتاه إبراهيم عليه السلام بحجة أخرى أعظم، قال له: إن ربي الذي أعبده يأتي بالشمس من جهة المشرق، فأت بها أنت من جهة المغرب. فما كان من الطاغية إلا أن تحير وانقطع وغلب من قوة الحجة، والله لا يوفق الظالمين لسلوك سبيله لظلمهم وطغيانهم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو هل رأيت مثل الذي مر على قرية سقطت سقوفها وتهدمت جدرانها وهلك سكانها فأصبحت موحشة مقفرة؟ قال هذا الرجل متعجبا: كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله مدة 100 عام ثم أحياه. وسأله فقال له: كم مكثت ميتا؟ قال مجيبا: مكثت مدة يوم أو بعض يوم. قال له: بل مكثت 100 سنة تامة، فانظر إلى ما كان معك من الطعام والشراب، فها هو ذا باق على حاله لم يتغير، مع أن أسرع ما يصيبه التغير الطعام والشراب. وانظر إلى حمارك الميت ولنجعلك علامة بينة للناس دالة على قدرة الله على بعثهم. وانظر إلى عظام حمارك التي تفرقت وتباعدت، كيف نرفعها ونضم بعضها إلى بعض ثم نكسوها بعد ذلك اللحم ونعيد فيها الحياة. فلما رأى ذلك تبين له حقيقة الأمر،
وعلم قدرة الله، فقال معترفا بذلك: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم عليه السلام: يا رب أرني ببصري كيف يكون إحياء الموتى. قال له الله: أولم تؤمن بهذا الأمر؟ قال إبراهيم: بلى قد آمنت ولكن زيادة في طمأنينة قلبي. فأمره الله وقال له: خذ 4 من الطير فاضممهن إليك وقطعهن، ثم اجعل على كل جبل من الجبال التي حولك جزءا منهن، ثم نادهن يأتينك سعيا مسرعات قد عادت إليهن الحياة. واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز في ملكه حكيم في أمره وشرعه وخلقه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل ثواب المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة يضعها الزارع في أرض طيبة فتنبت 7 سنابل في كل سنبلة منها 100 حبة، والله يضاعف الثواب لمن يشاء من عباده فيعطيهم أجرهم دون حساب، والله واسع الفضل والعطاء عليم بمن يستحق المضاعفة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يبذلون أموالهم في طاعة الله ومرضاته ثم لا يتبعون بذلهم بما يبطل ثوابه من المن على الناس بالقول أو الفعل، لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى لعظم نعيمهم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول كريم تدخل به السرور على قلب مؤمن وعفو عمن أساء إليك أفضل من صدقة يتبعها إيذاء بالمن على المتصدق عليه، والله غني عن عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن على المتصدق عليه وإيذائه، فإن مثل من يفعل ذلك مثل الذي يبذل أمواله بقصد أن يراه الناس ويمدحوه وهو كافر لا يؤمن بالله ولا بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب. فمثل هذا مثل حجر أملس فوقه تراب، فأصاب ذلك الحجر مطر غزير فأزاح التراب عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه. فكذلك المراؤون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها عند الله شيء، والله لا يهدي الكافرين إلى ما يرضيه تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم.